ليش ملا أحمد يقبل الناس تشرب الخمور؟ أنا سويت غلط وأسوي غلط على الشوارع، قاعدين يشربون، أنشرها ولا تطلبون مني. ينزل مباشرة قبل بدون لا مقدمة ولا مؤخرة. خلي أدخل على السياسي أحمد كركوكي. أبشركم ماكو تعيين، لبري نابي بكره. كل الدين الإسلامي عبارة عن سياسة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر سياسي. هم من حبشة جايين داخل المسجد النبوي يرقصون. هسه ماكو ناس يقول لا على اساس متزوج. انت ريالي لو برشاوي. اليوم الحلقة جدا مميزة. اليوم الحلقة مختلفة. اليوم اذا وصلك الفيديو فراح نعرف شنو هي السياسة بالدين الإسلامي، وهل هناك تناغم وانسجام ما بين السياسة والدين الإسلامي، وأيضا بعض الأمور والنقاط كلش مهمة خاصة للشارع الكركوكي. ويانا اليوم شخص مميز، هو طبعا دكتور وسياسي وإمام وخطيب. فأنا راح أسأله مباشرة، أسميك السياسي أحمد الكركوكي لو إمام وخطيب أحمد الكركوكي؟ يا أهلا وسهلا كاك إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بكيفكم سموني أحمد، أنا اسمي أحمد بدون لا دكتور ولا، لكن الأعمال تختلف. مثلا أنا عندي وظيفة رسمية كعضو مجلس محافظة كركوك، وصار لي 12 سنة حسبة لله أنا إمام وخطيب. نعم. بحكم شهادتي حامل دكتوراه في الشريعة الإسلامية. ممتاز. يعني طبعا أنا أريد تاخذ راحتك، احنا نريد ناخذ راحتنا. يعني من جمال حلقات البودكاست انه الشخص لا يكون مقيد، تمام. ياخذ راحته ويحكي والوقت مفتوح لك. ليش اذا انا راح اقول ملا احمد، ليش ملا احمد يقبل الناس يعني تشرب الخمور مثل ما يقولون الناس، مو اني؟ فحق الرد مقفول لك والتوضيح لك. يعني هو القضية مو هالشكل، يعني أنا ما أقول روحوا اشربوا. نعم. القضية كانت بخصوص قرار من مجلس النواب العراقي. بوقتها أنا صرحت رأيي أنه هذا القرار خاطئ جدا، يعني نعم. رأيي يعني خاطئ جدا. أكو ملفين: ملف النهي عن المنكر، وملف تنظيم واقع الحال. قبل يومين احنا كان عندنا اجتماع ويا الصحفيين مع سيد محافظ كركوك وسيد رئيس المجلس. فبالاخير ما ادري منو كان، بس واحد من الصحفيين ذكر هذا الموضوع. فاللي زملائي اللي قعدوا وياي قالوا دكتور مو انت شيخ وملا، يعني لازم تحكي، عندك رأي. فاني صرحت برأيي وقلت هذا القرار برأيي خاطئ، يعني ذكرت شنو السبب. يعني في بداية الأمر أنا قلت أنا مسلم وأؤمن بالقرآن والسنة، وبالقرآن وحسب تعاليم ديننا الحنيف أن شرب الخمر حرام. نعم. وكبيرة من الكبائر، حتى لا يزايد واحد عليه. خوش كلام. يعني تعرف يعني أكو بعض الأشخاص يريدون يعني ياخذون هاي كفرصة لهم حتى يزايدون على أكيد طبعا. بعض. فقلت بس هذا مو حل جذري. الحل الجذري لازم احنا نتعامل مع الواقع الحالي اللي موجود هسه. أني إذا مثلا في الجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين الإسلامي أكو قاعدة: إذا أني أبلش بالنهي عن منكر معين وعندي يقين بأن هذا المنكر راح يكبر، لازم هاي الطريقة ما ألزم هاي الطريقة، لازم ألقي طريقة أخرى. حلو. فأني من أقول بالقوة لا غصبا على من يشرب الخمر أن يترك الخمر، هذا ما يصير. يعني الله سبحانه وتعالى من يعني أنزلت آيات تحريم الخمر طبعا بالمراحل. أكيد. خاطب العقول، يعني ما أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بإغلاق كل الأماكن، يلا
اغلقها وخلاص، لا. قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. بعدين بمراحل هم تركوا، يعني هم الصحابة رضوان الله عليهم تركوا الخمر. أنا قلت هاي المرحلة حساس جدا، لأن أنا إذا أضغط على شاب هو مدمن على الخمر فقط بكلمة حرام، هو أصلا ما يعوفه ويروح على غيره اللي هي المخدرات، واللي أنقذ من شرب الخمر فعلا. لكن قلت اكو واقع حال بكركوك وبجميع مدن العراق موجوده. اذا تشوف الطريق الحولي، طريق سليمانيه، طريق اربيل، بعض المناطق السكنيه ايضا بها يعني شباب قاعدين لو بالسياره لو على الطريق، على الرصيف، على الشوارع، قاعدين يشربون. فعلا. هذا هو اذيه لنفسه اولا، اللي ساكنين بهاي المناطق. ليش احنا ما نجمعهم بمكان حتى يكونون تحت مراقبة المجلس والمحافظة؟ أنا كمجلس أقدر أراقبهم، أقدر يعني أشرف عليهم. بعدين إذا عندي برنامج أروح أقنعهم. أنا قبل سنوات كان عندي برنامج، نعم. زيارة، يعني كنت أزور هؤلاء الشباب اللي قاعدين على الطرق والأرصفة. كنت أروح يمهم وأقنعهم. اللي اقتنع أهلا وسهلا، اللي ما اقتنع هو يعني حاولت. أنا حاولت. نعم. اللي علي سويت. نعم. لكن مو بالقوة هاي. فأي واحد إذا يقدر، هسه أنا يعني أدعو جميع أو كل من انتقدني خلي يجي وياي، نضع برنامج تربوي، برنامج ديني، برنامج توعوي، ونروح لهم. جميل، هذه رسالة إذن. يعني هو هذا كان قصدي، مو يعني بعض الأشخاص مع الأسف يعني أخذوا هاي كفرصة بالكومنتات وبالمنشورات، قالوا شيخ أحمد هو ملا ويقول يلا اشربوا. لا صحيح. ليش أقول لك حق الرد مكفول؟ لأن شفنا بهاليومين خاصة اللي فاتت إنه هذا الموضوع أخذ جدل كلش كبير بالشارع الكركوكي، إنه شلون شيخ وإمام ويسمح لهذا الشيء. طبعا أكو فئة معارضة وأكو فئة معك. كاك إبراهيم، إحنا بكركوك كركوك ما بيها مسلمين فقط، صح، بيها مسيحيين، بيها صابئة، بيها كلدان وآشور. يعني أغلب الدكاكين محلات مال يعني مال بيع الخمور صاحبه مسيحي بالضبط، كلداني آشوري. يعني أنا ما أقدر أقول له يلا عزل، ما أقدر. أنا أول مرة لازم ألزم تربية أبنائي وبناتي بالبيت، بعدين أنا ما أخاف من نفسي وما أخاف من أولادي وبناتي. إذا أنا عندي كشيخ ملا، كإمام وخطيب، برنامج توعوي، مو قاعد بس على المنبر أصيح يا أيها المسلمين يا أيها المسلمين. المسلمين منو اللي قاعدين يمك كلهم مسلمين ويؤمنون بحرمة الخمر، كل ما حد ما يشرب خمر. نعم. هو لازم أنت تنزل وتروح لهم، هم ما يجون. صح. لازم أنت تروح لهم وتحكي وياهم وتقنع بيهم. بس يعني هو هذا كان قصدي. خلاص، هذا احنا ما نريد نطول بهذا الموضوع اكثر، نريد نستفاد اكثر من دكتور احمد. احنا اهم شيء حق الرد مكفول، انت يعني من حقك يعني حاليا ولحد الان اكو تصريحات دا تطلع من جهه معينه انه كل من بكيفه. نعم. خلي يطلعون الكل حر. اكيد. خلي نفوت بتفاصيل دكتور احمد اكثر. دكتور احمد شلون صار دكتور احمد؟ يعني مثلا نعم. شلون قرر انه يدخل بمجال يكون امام وخطيب؟ نعم. من دكتور احمد بالتفصيل، يعني بشكل مبسط نريد نعرف اكثر عن دكتور احمد والخفايا اللي ما نعرفها. نعم، أنا بداية اسمي أحمد فاتح مصطفى أحمد شواني، من منطقة شوان. أبوي كان بقال، مام فاتح في خانة تمر. نعم. يعني كان 30 سنة هو كان بقال، الله يرحمه، توفى بمرض كورونا. يعني يرحمه. أي واحد كان يشتغل بخانة تمر يعرف مام فاتح منه. حلو. فالحمد لله هذا الشخص اللي دعمني الدعم الأول إلي أبوي كان. الله يرحمه.
مواليد 93. 2016 خلصت بكالوريوس. جميل. الله يرحمه ابوي قال لي لا توقف، روح اقرا. 2017 دخلت للماجستير. 19 خلصت. ب 2020 دخلت دكتوراه. 23 خلصت. جميل. خلصت الدكتوراه، يعني كلها جرة واحدة. فقصة دخولي إلى الجانب الشرعي كان بداية بالجامع. أنا كنت طالب بالجامع، طالب مستمر، مو بس بالأوقات الصيفية فقط. نعم. كنت طالب بجامع إمام قاسم، منطقة إمام قاسم. أي صح. كنت أدرس تجويد قرآن. ختمت القرآن يم عدة مشايخ الله يذكرهم بالخير ويطول بعمرهم. ما أذكر أسمائهم لأن عزيزين على قلبي، وأخاف مثلا واحد تنسى واحد. نعم. وأنسى واحد. بعدين من دخلت للكلية، يعني قبلوني بكلية الإمام الأعظم 2013 كان. دخلت أول ما دخلت قمت أحضر نفسي لإلقاء الخطب المنبرية، لأن قبل كان عندي باك جراوند مع الإلقاء إلقاء الشعر والأناشيد والابتهالات الدينية بالجامع، حتى بالمدرسة المرحلة المتوسطة والإعدادية كانوا يطلعوني للاصطفاف أو للأنشطة المدرسية حتى ألقي أشعار والابتهالات. حتى بالاحتفالات الدينية بالجوامع أنا كنت أعرف الحفل. جميل. فهذا كان أساس إلي إنه أصير خطيب. والحمد لله طورت بنفسي بقراءة كتب، وما اكتفيت فقط مناهج الدراسية بالكلية. نعم. دخلت يم عدة شيوخ بالحجرة. احنا يمنا اكو شيء اسمه حجرة. الحجرة تقريبا نقرأ 60 كتاب ونمتحن به، يلا نحصل على الإجازة العلمية. احنا نسميه دوانزا علم، يعني 12 علم. 12 علم. في 12 علم احنا ندرس عدة كتب بعدين يعني بمراحل. طبعا أنا 8 سنوات كنت طالب حجرة. فالحمد لله سنة 20 ل 21 كان أخذت الإجازة العلمية من الشيخ الدكتور أحمد الشافعي بسليمانية، أحد أعضاء اللجنة العليا لفتوى إقليم كردستان. جميل. ويعني بكل سنة أنا أقرأ 53 كتاب، بكل أسبوع كتاب. أكيد طبعا هاي معلومات إضافية للدكتور أحمد. هسه أنت حاليا إمام وخطيب إمام وخطيب في جامع شوراوي الكبير. صار لي 10 سنوات من 2014. خلال فترة دراستك كنت تدرس؟ أنت كنت إمام وخطيب؟ كنت أدرس وإمام وخطيب. وبعدين أنا كان عندي قاعدة، أي دورة كان يعني كنت أشوفه مفيد إلي ما كنت أعرفه إلا كنت أدخلها إلا أكمل هاي الدورة وين ما كان. حتى الدورات الإعلامية أنا بوقتها دخلت عدة دورات الإعلامية، حتى عندي مقاطع بس ما أنشرها ولا تطلبون مني. ليش؟ ما أقدر. لا عاد احنا نريد حتى ننشرها. شاب صغير دخلت دورة مال هاي مقدمين أخبار. قدمت نشرة أخبار. يعني هسه ممكن في يوم من الأيام نشوفك أيضا مقدم أخبار؟ والله لا، يعني بعد خلصت من هاي، بس يعني دخلت هاي الدورة للاستفادة، لأن كان بها تمارين صوتية كنت استفاد منها، كان بها كيفية تلخيص الخطب والمنشورات. نعم. على فكرة أنا كل أسبوع وقت خطبتي ما يصل لي أكثر من 10 دقائق، 5 6 7 أكثر شيء 10 دقائق. خطبة ب10 دقائق. سبب؟ والله هو السبب يعني كسر روتين. أنا بكل وضوح يعني ذكرت هذا الموضوع ويا المصلي، قلت اللي يريد يفتهم
واللي يريد يطبق خليه يبقى، واللي يريد ينام اكو غيري 50 دقيقة يحكي، 50 دقيقة 55 دقيقة يحكي، أنا هم أقدر أحكي. يعني حتى كنت أقول بالكردي طبعا أكو مصطلحات متكررة، أني هاي المصطلحات أشيلها. تعرف للخطبة الوحدة من أكتبها يمي أو بس رؤوس نقاط، يعني أحضر للخطبة، أقيم عدد الأوقات أو أقيم الوقت الزمني لهاي الخطبة قبل ما أصعد على المنبر، 7 دقائق لو 6 دقائق لو 10 دقائق، لازم أقيم. أنا فد مرة جربت هذا الموضوع، جربت أول مرة كان قلت إلا 5 دقائق، أشوف ب5 دقائق شنو أقدر أوصل، يعني أوصل من المعلومات. والله العظيم الفيديو باقي يعني هسه، يعني بوقت أتذكر حتى نشرت الفيديو، ذكرت آية قرآنية، حديث نبوي شريف، وشعر وقصة ب5 دقائق. حلو. وصلت الفكرة يعني وصلت المصلي. الفكرة، قلت أنا ما أريد منكم شيء أبدا، بس هاي الآية من أشرحها أنتم طبقوها هاي الأسبوع وخلاص. كل أسبوع طبق آية أو حديث، ما يحتاج بعد. أنت من تحكي وياه 55 دقيقة وتسرد قصص ما عنده نهاية، ما لا نهاية، هو من يطلع ما يتذكر أي شيء، ما يتذكر فعلا. يعني أنت لما أنا أختصر الموضوع أخليه يركز على هذا الموضوع، راح يبقى بالعقل، من يطلع يبقى يفكر بيه، يقول أنا صدق هذا الموضوع لازم أنا أراجع نفسي بيه. صحيح. فأنت الهدف مو بالوقت، الهدف بالتأثير، أنت قد مؤثر على المصلي اللي قاعد هو هذا الهدف اللي أنا كنت أريد أوصل له، أريد أأثر على. هو عندي قاعدة، أنا على المنبر أي واحد أشوف يسوي هيك قبل بدون لا مقدمة ولا مؤخرة أصعد، يعني أنزل خلاص، يعني هذا معناته ما مستعد يسمعني، وأنا مو آلي حتى أحكي وواحد ما عنده استعداد يسمعني. 10 دقائق لو 12 لو 11 خلاص. هذه ايضا هسه راح يسجلوها عليك. ينزل مباشره. ترى الاصل لازم يكون الخطبه قصيره، صح، حسب الاحاديث النبويه الشريفه الصحيحه. خطبه النبي عليه الصلاه والسلام كانت قصيره، والصلاه صلاه الجمعه كانت طويله. حديث صحيح ما حد ما يقدر ينكره. طبعا الحديث مشيق ويا الدكتور. انا اريد اعرف هسه بعيدا عن الامام وخطيب احمد كركوكي، خلي ادخل على السياسي احمد كركوكي. شنو اللي يعني اللي انطاك دافع وخلاك تدخل هذا المجال؟ نعم. وشلون يعني راح يكون توافق ما بين السياسه والدين؟ بدايه اني اؤمن بالدين الاسلامي اللي كلها سياسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أولها إمام يعني بالسياسة، إمام الناس، مو إمام بالجامعة. إمام لكن عادل، يعني واحد ناجح بالسياسة، بسياسة الناس، بتدبير أمور الناس، بتنظيم حياة الناس. هذا الله سبحانه وتعالى يظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم. كل الدين الإسلامي عبارة عن سياسة، كل الدين الإسلامي. الواحد إذا يفكر بأهداف الدين الإسلامي تلقى نفسه بنص السياسة. احنا كلنا نقول السياسة كذب، السياسة عبارة عن، مو منو خلى السياسة عبارة عن كذب؟ البشر. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم. بنو إسرائيل سياسيهم منو؟ الأنبياء. الأنبياء. نعم.
يعني الأنبياء كانوا رؤساء وحداتهم، رؤساء دولهم، يعني كانوا منظمين لحياتهم. نعم. مو هاي الحياة مزرعة الآخرة، مو احنا جينا للحياة الدنيا حتى نستعمرها، مو منين نستعمرها؟ نعم. غير اكو واحد مسؤول وسياسي ينظم امور المسلمين. احنا ما نحتاج الحكومة المحلية في كركوك، في كل المدن، ما نحتاج دولة في كل الدول، نعم. ما نحتاج حكومات، ما نحتاج برلمان، كلها احتياجات يومية للمواطنين. ف اللي يقدر يدخل بأي مجال ويترك بصمة هذا واجب عليه يدخل. أنا كنت إمام وخطيب، لكن كان عندي فكرة إنه الإمام وخطيب مو فقط يقعد بالجامع يئم المسلمين ويصلي وانتهى كم دقيقة يخطب خطب منبرية اعتيادية وانتهى كل من يروح البيت. لا، لازم يكون واضح هذا الأمر للناس. أستاذ إبراهيم، الجامع بيت، الجامع روضة، الجامع معهد، الجامع برلمان، الجامع مجلس وزراء. تمام؟ بالجامع النبوي الشريف، بالمسجد النبوي الشريف، كان يقرر لأمور المسلمين قرارات مصيرية. كان يطلع قرارات مصيرية بحياة الناس، قرارات مصيرية مربوطة بغزوات كبيرة، فتوحات كبيرة. فكانوا يشاورون النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاور الصحابة رضوان الله عليهم في وين؟ في المسجد النبوي. نعم. بعض الصحابة كانوا ينامون بالحرم، مكان أهل الصفة موجود. نعم. مكانهم موجودة إلى الآن، كانوا ينامون هنا ويشربون ويأكلون هنا. حتى كان مكان لبعض الرقصات التقليدية الفولكلورية. رقصة الحبشة موجودة بعدة أحاديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يباوع عليهم، هم من حبشة جايين داخل المسجد النبوي يرقصون برقصة مال كلتورهم، يعني فولكلور مالهم. فهذا يعني أنا أشوف كل هذه الحضارة العريقة العميقة الكبيرة اللي باقية منذ أكثر من 1400 سنة، كلها بسبب العقل المتفتح للنبي صلى الله عليه وسلم. الرسول إذن على ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر سياسي طبعاً، ونبي وعالم دين أيضا. طبعا. نعم. طبعا مو فقط عالم دين، لا هو كان نبي ونبي. نبي. نعم. وبعدين سياسي، كان يئم الناس، كان إمام، كان سياسي، كان أب. يعني في كل مجالات الحياة أنت تقدر تستفاد من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأني قبل ما أدخل لهذا المجال كان عندي باك جراوند، لأن بالمنطقة أي شيء كانوا يحتاجون الناس لخدمات كانوا يقولوا لي يلا شيخ تعال ويانا. وين؟ فلان دائرة، نروح ذيك الدائرة، عندنا شغل بهاي الدائرة، هاي مصلحة عامة للمنطقة، أنا شد أروح لهم وأطرق أبواب المدراء، يا مدير فلان انطينا من هاي ونحتاج هاي الخدمات. فبعدين اجى هاي الفرصة انه ارشح نفسي. ما فكرت يعني وين اوصل، فكرت انه اني اقدر اخدم اهلي وناسي بكركوك واوسع من صلاحياتي. قبل كنت فقط امام وخطيب. نعم. ما كنت اقدر اسوي كل شيء، بس لا هسه امام وخطيب وعضو مجلس محافظه، هسه اقدر شويه يعني اثر واسوي شيء واقرر. والحمد لله يعني لحد الان انا باقي بجامعي امام وخطيب ومارس مهنتي، واللي اني كنت احبه القاء الخطب. لكن كنت كان بودي
اوصل فكره انه الامام وخطيب لازم يكون بمعنى الكلمه امام، بمعنى الكلمه لازم يكون امام. يعني في السراء والضراء لازم يكون هو امام بالمنطقه. اذا يعني حتى يكون واضح لاغلب الناس هسه حاليا المجتمع العراقي بشكل عام، الامام وخطيب ايش عليه بالسياسه؟ ليش يدخل نفسه بالسياسه؟ هذا المفهوم بالشارع من يشوف فد معمم بمجلس سياسي او بمكان به سياسيين، الناس تبدي انت ايش عليك بالسياسه؟ يكرهونه او يحشون عليه. ولكن الناس مفتهمين هذا الشيء غلط. يعني ما اتضح او ما هو متضح انه الانبياء هم سياسيين، صح. كانوا يديرون الشعوب سياسيا صح. ودينيا ايضا، وينصحوهم بالقرب من الدين من رب العالمين وعباده رب العالمين. ولكن مع الاسف اغلب الناس هسه تعرض هذا الشيء. فاحنا نحب يكون واضح للناس انه هل صدق احنا نبقى نفكر بهذا الشيء لو لا؟ ترى لازم الامام الخطيب يعني يكون ممكن الامام الخطيب يكون سياسي استاذ ابراهيم، مثل حضرتك. اني بعض مرات اقول كلامهم صح من ناحيه واحده، انه مو كل امام وخطيب يدخل بالسياسه وينجح. نعم. ماكو. السياسه إلها رجالها. مثلا يحتاج واحد كفو، والله اني ما اقصد نفسي، والله العظيم اني لازم يقيموني، الناس يقيمني مو اني. بس كل مجال عنده له شروط. مثلا السياسه يحتاج واحد كفو وصاحب شهاده وصاحب لسان، صاحب لسان وصاحب جرأة حتى يقدر يحاسب. يعني صاحب لغة. أني من جيت لهنا أني كردي بس خفت على لغتي العربية. لا كلش ممتاز. يعني حتى اكو كلمات يعني دا احسها كلمات يعني من قرى من القرى يعني قرويه يعني ما تستخدم والله. مثلا يقول له هيك كلمات كلش حبيتها اني. لا حبيتها. هاي سببها اني اتابع بعض الشخصيات نعم موجودين بقرى وارياف بالبصره، اتابع لهجاتهم. لا ممتاز. يعني انا احييك طبعا حبيتها. الله يسلمكم الله يحفظكم. فالسياسه يحتاج هكذا مواصفات. فاذا ما موجود هاي المواصفات، بغض النظر اذا هو معمم او ما معمم، اذا مو شرط يعني كل معمم او امام وخطيب يلا يدخل للسياسه. لا، هو بعض مرات هو ما عنده باك جراوند سياسي، ما عنده آراء سياسية، أصلا ما يريد يتدخل بمواضيع سياسية، هو ما عنده إلمام بهذه المواضيع. فلازم يكون عندك حب لهذا المجال، لازم يكون عندك جرأة، عندك لسان، عندك يعني بعض مرات يعني لازم تدخل بمواضيع أو جدلية قصدك. لا مو فقط مواضيع، لازم تظهر في أماكن إنه المعمم ما يقدر بهاي الأماكن يطلع، جبة وعمامة ما يقدر. هو يقول أنا ما أقدر أنزع الجبة والعمامة مالتي، لو ما عنده إلمام بالسياسة خلاص واحد ثاني. بس إذا جبة وعمامة عنده يعني معمم، الجبة والعمامة ما يمنعه من دخول السياسة. نعم. ما يمنعه. اللي عنده مواصفات اهلا وسهلا. احنا الكرد نقول وعرز ووقس، تعال حلو. تعال اثبت نفسك، عندك هاي المواصفات، انت لا تباوعاني معمم لو مو معمم، تعال اخدم. جميل. اهم شيء يعني تسوس الناس بشكل صحيح وتقدم خدمة مجتمعية. طبعا. وهسه صار لنا سنة احنا قاعدين على الكرسي، وباقي 3 سنوات. ورا هاي 3 سنوات احنا نرجع لايامنا الاعتياديه والناس يقيمنا. والفائز الاول منه اللي بقى يم اهله وناسه، ما يعني ما تغير، ما اصابه غرور. نعم. فهو الفائز. ممتاز. صراحة هذا الموضوع جدا مهم. الناس ليش قامت تقول ابتعد، خاصة المعمم ابتعد عن السياسة؟ لأن اكو بعض المعممين او بعض الاشخاص استغلوا الدين باسم السياسة او السياسة باسم الدين، والناس قامت تخاف منهم. بالمقابل أنا أقول أكو بعض الغير معممين استغلوا
كلمة العلمانية والعصرية والتقدم والتطور لمصالحهم الشخصية. جميل جميل. موجود لو ما موجود؟ موجود 100%. يعني اثنيناتهم موجودين. نعم. إذن أي واحد يستغل الكلمات البراقة والمعاني الجميلة حتى الدين يستغل لمصالحه الشخصية، هو بعدين الخاسر الوحيد قدام عين الناس. جميل. يعني ما مرتبط بواحد إذا معمم هذا يعني معناته إذا يدخل للسياسة يبوق، يمكن يبوق يمكن ما يبوق، هو إنسان. احنا عندنا كومة علمانيين يدعون العلمانية ومجردين من المعاني العلمانية. هو هنا المشكلة انه الناس تقول انه المعمم لما يدخل بالسياسة لازم ما يبوق بحكم انه يخاف رب العالمين هو إمام. ابدا هذا مو قاعدة ابدا. المعمم بشر لو مو بشر طبعا خلاص. التقوى ها هنا. نعم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. التقوى مو عمامة وجبة حتى اني اشوف والله هذا الشيخ يمكن ما يبوق، والله يمكن يبوق ويمكن ما يبوق، انت ايش مدريك؟ التقوى ها هنا. اني ما معمم، يمكن ابوق يمكن ما ابوق. مو احنا ما نقيم الناس بلباسهم. على فكرة اني هيجي اروح على المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيجي اروح حتى اوصل فكرة انه قضية الإمامة والخطابة مو بالجبة والعمامة. أنا عندي جبة وعمامة على فكرة، يعني أفتخر بها، عندي جبة وعمامة وأفتخر بها، لكن أوصل للناس أنه تقديس الملابس خطأ جدا. تقديس الملابس خطأ، تقديس الأشخاص خطأ. أنا سويت غلط وأسوي غلط، أحمد سوى غلط، مو الدين الإسلامي شيخ الدين الإسلامي ما أمرني بهذا. أنا سويت خطأ، أحمد سوى خطأ، خلص. بشر لو مو بشر مو بالي والله بشر وقاعد ويانا مثل الله سبحانه وتعالى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بآية قرآنية. قريش ينتقدوه، شنو هذا يدعي النبوة ويقعد ويانا ويشرب ويأكل ويأتي يعني يزور الأسواق. شلون نبي هذا؟ شلون؟ نعم. ليش ما يصير؟ فأني أريد أوصل هاي الفكرة إنه اللي يريدني كأحمد يريدني خلاص بدون الجبة والعمامة أيضا. لكن الملا والشيخ مو فقط بالجبة والعمامة. جبة وعمامة رمز. كوم أشخاص موجودين له جبة وعمامة، أرقى جبة وأرقى عمامة، حتى بالعراق ماكو، لكن مجرد من العلم. يوم واحد ما قاعد ويا يم شيخ معتبر ويدرس الفقه وأصول الفقه والعقيدة والمنطق وهاي العلوم، وما مستعد أيضا، يعني أصلا ما مستعد، لأن خشمه إيه للأسف الشديد. هو يا سيدنا نشوفهم مع الأسف المجتمع. شوية خلي نطلع من هذا الموت. خلي اكو بعض الرسائل اللي نريد نوصلها للشباب. حقيقة في الوقت الراهن، بما انه انت هسه احد المقررين، يعني لك قرارك في مجلس المحافظة محافظة كركوك، دا تلاحظ انه اغلب الشباب اول ما يريد يدور شغل يفكر بالتعيين. صحيح. وهذا خطأ. تعيين يعني برايك يعني نصيحتك شنو للشباب؟ يعني ماكو عمل خاص مع علم اكو اشخاص بفتره قصيره سووا لهم شغل قوي. اني عن نفسي العام مثل هالوقت تعينت. نعم. قبل ما اصير عضو مجلس، يعني صار لي سنه متعين على مجلس الخدمه. يعني قبل ما اصير عضو مجلس ولا يوم دخلت لغرفه مسؤول واطلب منه تعيين. واصلا اني كان عندي التعيين الحكومي خيال. قلت بعد خلاص ما قعدت بالبيت وانتقد. ماكو ما صحيح ماكو تعيين، لان اني اعرف الدوله العراقيه ما تستوعب هالقد خريجين للتعيين.
ماكو هيك باي دوله بالعالم ماكو. هلقت عدد. انت تعشى الدوله العراقيه حتى اوصل لك فد نقطه اخرى. امريكا 800 مليون بها 8 مليون موظف، والعراق 45 مليون به 5 مليون موظف. اي صحيح وهاي كارثه، وهاي الكارثه ما نحس بيها يمكن بعد 5 سنوات او 6 سنوات. كارثه. قمت افكر بالقطاع الخاص. هسه قبل ما اجي يمكم كان عندي سيمينار باحد المعاهد في كركوك، كنت احكي لهم على النجاح. قلت انتم عبالكم بعد سنتين تاخذون شهاداتكم حتى تتعينون؟ لا القطاع العام مفتوح ابوابها ويعينوكم. ابشركم ماكو تعيين. قلت ابشركم ماكو تعيين، لكن الواحد يقدر يوظف شهادته بدون ما يتعين. قالوا شلون؟ قلت اني اعطيكم مثال. اكو شاب صديقي بسليمانيه كمل معهد الحاسوب، لان كان عنده فكره، كان عنده هدف، ما تعين بالحكومي. الان الراتب الشهري مالته ايش قد برايك؟ راتب الشهري يعني مثلا خلينا نقول مليون. 50 ورقه. ما شاء الله 50 ورقه. وعنده شركه عنده موظفين وياه حتى يديرون عمله. تعرف ناس كبار بالمسؤوليه، مسؤولين كبار يدقون ابوابه على مود شغلات الانترنت وهاي السوالف. مسح بعض المقاطع بالفيسبوك والسوشيال ميديا. نعم. هو عنده يعني باع طويل بهذا المجال. اذا هذا هو الشغل الصحيح. جميل. اذا هاي رساله للناس اللي تقول احنا ما نقدر نشتغل وماكو شغل، فقط التعيين هو النجاح مالنا، ولكن بالحقيقه التعيين طمه. اذا واحد يدور على شغل. الغنى، نعم. يدور على غنى خليه يتعين. الواحد اذا يدور يعني اذا ما يدور على غنى، عفوا ما يدور على غنى، ما يدور على غنى، تمام. يعني يريد يعيش بس يعيش فقط. نعم. خليه يتعين حكومي 8 ساعات يومية يروح ويرجع خلاص. ما يحتاج نحكي. أنا صراحة الغنى من زمان أحكي القطاع الخاص كلش قوي إذا تعرف أنت تستخدم عقلك، إذا تعرف صحيح. تطور من مهاراتك. صحيح. أنت تنجح. صحيح. يعني هسه أنا هذا المكان اللي قاعد بيه حاليا عايد لي أشخاص لا حكومي ولا متعينين. صحيح. قطاع خاص طوروا نفسهم خلال 3 أشهر، وصلوا لمراحل اوكي. يعني انت تدور تعيين حقك، بس تقدر تستخدم عقلك. صحيح. وتطور مهاراتك وتطور نفسك ويكون عندك اسم، والحمد لله والشكر هسه حاليا احنا قاعدين بمكانهم. اذا هذه رساله انت كشخص ناجح كشاب. بس انا اشوفك انت كشاب امام وخطيب سياسي دكتوراه ناجح، يعني رسالتك للشباب المأيسة من الحياه وعبالة التعيين هو النجاح بصراحه. يعني الكاميرا مفتوحه لك. والله أني أقول لكل أصدقائي وإخواني وأخواتي بمدينة كركوك أنه أني كم سنة من 2016 لحد هسه 9 سنوات تقريبا 8 سنوات أنا اشتغلت بالقطاع الخاص، وأبدا ما طالبت بالتعيين الحكومي أبدا، وما يوم فكرت بأنه مستقبلي يروح ومستقبلي يمكن هسه أني أموت وبعز شبابي. نعم. يعني الواحد والله أني تعرفون يعني شلون كملت الماجستير؟ أني كملت ماجستير بفلوس. كنت سائق خوش. كان عندي ستاركس سيارة مال 12 نفر خوش. وكنت طالب. طبعا كليتي كان بآلتون كوبري، قسم آلتون كوبري خلصت. ابوي الله يرحمه اشترى لي بوقته سياره. ابوك اشترى لك مو انت؟ حتى يكون واضح. ابوي اشترى لي. اي والله ما انكر هاي. ابوي اشترى لي قال لي انت تروح اكيد وياك طلاب وديهم وتعال، طلاب وياك. فالحمد لله يعني اشتغلت بهاي السياره 3 سنوات. قمت ألم فلوس
لميت لحد ما صار يعني الحمد لله كمية كافية للدراسة، دراسة الماجستير. لا كنت متعين ولا شيء. فبعدين من تخرجت درست بمعاهد ومدارس أهلية، وبعدين من خلصت الماجستير رحت على الجامعات الأهلية، ايضا درست بيها، قضيتها. استخدمت قوة عقلك طبعا. بعدين كان عندي غير هذا، كان عندي اتفاقات ويا قنوات ويا وكالات، كان عندي برامج، وهاي كلها فلوس فعلا. كان عندي راتب يعني بدون ما اتعين، وكان عندي راتب. ليش؟ لان بالقطاع الخاص كنت اخدم، حتى كان عندي برنامج يعني بالمقابل، يعني مو اني كنت اسوي برنامج لكن يجيني المقابل. هو الجميل بالقطاع الخاص انه حتى تبقى تستمر به لازم تطور من مهاراتك. صحيح. اي مكان اذا يريدك لازم انت قوي، مهاراتك قويه. صحيح. بالمجال اللي انت تشتغل به. وعكس ما نراه بالقطاع الحكومي انه الموظف هو تعين خلاص قاعد بمكتبه. حتى صراحه انا عندي اصدقاء موظفين بعيد عن الخارج. كاغي ابراهيم كلش بعيد. تعرف عندنا بالكردي مثل، ترجم لي اياهم يعني حتى الناس يفتهمون. يقول لبري نابي بكره. والله ما اقدر افهم. لا انا افتهمتك بس اريد لبري نابي بكره، يعني انت ما توصل فجأة. صح، ما توصل فجأة. يعني اكو بعض الشباب مع الاسف يريد خلال شهر شهرين سنة قبل نتائج يقول اني اصير ملياردير. ماكو هيك حكي ملياردير وطفرة، هاي ماكو. انت ما تقدر من الدرجة الاولى قبل 10 تصعد الدرجة العاشر وال12، ما تقدر. كلنا لازم نبدي من الصفر، بعدين شوية شوية حتى توصل للمرحلة اللي انت تريدها. الحقيقة مثل ما ذكرت سابقا وارجع اقول الكلام مشوق وياك، واريد يعني نطول بالكلام، بس سبحان الوقت ده يسعفنا ونريد نستفاد اكثر منك. بس بعيدا عن الاستفادة خلي ارجع على حياتك الشخصية. الدكتور، انا مرة اقول لك دكتور مرة اقول لك الملا. كيف؟ بغض النظر عن المسميات انا ما يهمني ابدا. احنا نسميك دكتور احمد، انت رجل دكتور ومن حقك تفتخر بهذا المجال اللي او بهاي المرحله من الحياه اللي وصلتها. متزوج صح؟ طبعا. هسه اكو ناس يقول لا على اساس متزوج. انا متزوج من 2013. من 2013 2014. عندك اطفال؟ اي 4. ما شاء الله. جميل، الله يخليهم لك ان شاء الله. حبيبي. ويكون اولاد صالحين اهم شيء. شلون توافق بين العمل والعائله؟ وهل هناك قصور معين في طرف معين؟ أنا كل مرة أقول أني عندي شوية تقصير ويا أولادي وزوجتي، لكن هم متحملوني. يعني لازم مش أسوي يعني. وافقت إلى درجة ما، إلى حد ما، بين الوظيفة والأهل، لكن مو بقد واحد عنده وظيفة معينة ويرجع للبيت وخلاص يقضيها بالبيت. لا. نعم. أنا بعض مرات يدقون علي بالوحدة بالليل وأطلع 12 بالليل وأطلع. يعني حياتي مو عادية. إذن يعني بما أنه أنت يعني تحس أكو قصور تجاه عائلتك والعمر ده يمشي، يعني هل تنصح الناس أنه شوية تهتم لعائلتها؟ طبعا. هو أول وتالي، بعدين ترجع للعائلة، الزوجة والابن والابنة. هم أنت تكبر وهم يهتمون بيك، تمام؟ فاهتم بيهم حتى يهتمون بيك. جميل. هذا إلي أولا، بعدين لغيري. طفولتك نعم أين كانت وكيف كانت؟ كلها عركات. أنا كنت حروق، بس كنت دائما أتعرض إلى تنمر أصدقاء. ليش سبب؟ والله ما أدري. كنت فقير بهاي الناحية، يعني ما كان عندي تنمر، ما كان عندي هجوم. هم يعني بعضهم
كان هجوميين نعم يتنمرون علي، واني كنت اخاف من كبر المشاكل وتعرف، فدائما كنت اكتب هاي السوالف تكتمه يعني واحلها بالمدرسه. هاي اهم شيء تحلها بالمدرسه. انا كنت المظلوم. اي والله. تحب الرياضه؟ قضيه الحب غير وقضيه الممارسه شيء ثاني. نعم. اني اذا احب الرياضه احب السباحه. الطوبه لا والله، بس ما يعني ما عندي ممارسات رياضيه. ما عندي، ليه ما عندي وقت. اني الان هسه اذا امارس السباحه امارس كعلاج مو كونسه. نعم. لان عندي انزلاق بالركبه والظهر. سلامات الله يسلمك. فلازم امارس هاي السباحه والعلاج الطبيعي. علاج للعلاج. للعلاج. انت ريالي لو برشاوي؟ موسح كذا. ما يخاف، الناس تعرف انت بحقيقه يعني. كنت ريال. كنت ريال بس بعدين زعلت من الريال لان اخر اللعبه، اخر هزيمه، اخر الهزيمه كان والله يعني حقيقه كنت بدال انشيلوتي كنت اشوف كاساس. شنو الربط؟ الربط انه ما كان عنده اي مهاره باللعبه مثل كاساس. اي تكتيك خلينا نقول ما كان عنده. نعم. ما كان عنده بصمه باللعبه فعلا. هاي معاناتنا احنا. هاي معاناه مشكله الريال الدفاع، فلذلك شلون استغل لعبتين استغلها. كنا نلوم كاساس بالعراق، منتخب العراق. اوكي، فنفس الشيء. خوش. وفعلا اكو توافق بيناتهم. انا هم مثلك اشوف نفس التوافق. شلون نختمه؟ والله ما ادري. اريد نختمه بطريقه احترافيه يكون بها رساله من شاب ناجح بشكل مختصر للشباب. والله صراحه انا عندي اسئله هوايه ولكن الوقت دا يسعفني، يعني ما اريد اطول وياك، ما اريد اتعبك اكثر. بما انه انت شويه يعني عندك انزلاق وما اريد نضغط عليك اكثر، ونتمنى لك الشفاء العاجل. الله يسلمكم. وانا كلش سعيد يعني هذا اللقاء مميز. انا الاسعد. انا اليوم حقيقه كنت مرتاح الحمد لله. هذا اهم شيء. اهم شيء تكون مرتاح والشباب اللي خلف الكاميرا مرتاحين. طبعا عندنا استاذ احمد ورا الكاميرا يقول انا عندي اسئله يا ريت لو اقدر. بس الوقت يسعفنا، وكو بعض الاسئله شويه خط احمر ما نريد نسال. لا بالعكس انا ما عندي سانسور. انا عندي سؤال. السياسه شنو ضافت لك من دخلت لها؟ تعب ووجع راس. الكاريزما؟ لا الكاريزما ما يجي بالسياسه. كل من له بجانب عمله يقدر يصنع كاريزما. بالجانب الديني عندنا كاريزما، بالجانب السياسي عندنا كاريزما. يعني ماكو واحد كامل متكامل في جميع النواحي يكون كاريزما، ماكو. هذا الكمال لله وحده. الا واحد مثلا اني لزمت السياسه الا يكون هنالك تقصير بالبيت، تقصير بالجامع، يعني هذا قوة بشرية غير مكتملة. صحيح تقدر تكون كاريزما بالسياسة لكن هاي بعد سنوات. نعم، بعد ما تمارس مدة طويلة. شاب عمري 31 سنة مواليد 93 والله اني كاريزما. يا انت بعدك يعني بعد 20 سنة بعد 25 سنة انت خلي يشوفوك اعمالك. والله بعد 25 سنة صح. لو 30 سنة يلا اذا يقولوا لك هذا كاريزما. نعم صح. احنا نريد نختم وياك للعاطل عن العمل واللي يبحث عن التعيين واللي يقول ماكو فرص عمل واللي فقير مهاراتيا كشخص ناجح من شباب كركوك نعتز به ونفتخر به. ورسالتك والمايك مفتوح لك وتفضل. رسالتي مختصرا. نعم. طبعا ايجاد العمل فكرة، لازم انت تنمي هاي الفكرة وتسعى إليه. لازم تسعى ويكون ببالك انه الغنى ما يجي ويا الوظيفة العامة. اللي يدور وظيفة عامة لازم يقتنع بالفقر او على الاقل بالعيش ببساطة. نعم. لكن اذا تريد الغنى عن طريق القطاع الخاص، اذا تريد الارتياح عن طريق القطاع الخاص، اذا تريد تطور من نفسك مهاراتك عقليتك
بالقطاع الخاص. هاي كان رسالة. شكرا جزيلا للدكتور وإمام وخطيب والأستاذ أحمد كركوكي على على هذا الحلقة الجميلة المميزة. طبعا أكيد رسالتنا كرطب، إحنا كل إنسان إذا يريد ينجح بأي وقت بأي مجال معين لازم يطور من مهاراته. طور من مهاراتك بالمجال اللي أنت تعمل به، صدقني راح تأخذ ثمارك ونتائجها بفترة قصيرة جدا. وأكيد أشكركم على المتابعة، ونلتقيكم بحلقات أخرى إن شاء الله مميزة. شكرا جزيلا دكتور، شرفنا بحضرتك وجدا سعيد. تحياتي.